والله العظيم ما كنت متوقع في يوم من الأيام أطلع أتكلم عن الجانب السلبي لبلادنا، لأنه نحن اليمن السعيد. صحيح عزيزي المتابع أنه أنا محتواي رياضي، لكن هذا الشيء ما يمنعنا أنه في يوم من الأيام أطلع وأتكلم عن قصة المواطن اليمني. يا أخي ليش نحن قاعدين نكذب على أنفسنا؟ خلونا نقول واقع المواطن اليمني. نعم أنا المواطن اليمني عايش في دولة مليئة بالخيرات، دولة مليئة بالثروة السمكية والثروة البحرية، دولة مليئة بالذهب والفضة والنفط ولا آخره. صدقونا قبل ما أكمل، إذا استمر الوضع على هكذا راح تصير كارثة إنسانية صراحة. تخيل معي في هذا اليوم صار 100 ريال سعودي تساوي ما يقارب 60,000 ريال يمني، والدليل على انه بتصير كارثة انسانية اصبح التعامل اليوم كله بالريال السعودي. طيب الاب كيف راح يقدر يوفر لابنائه اللي محتاجين الاكل، محتاجين الشرب، محتاجين المصاريف، محتاجين الملبس؟ هو للعلم راتبه الشهري ما يتجاوز 70 ريال سعودي، ونحن عايشين في دولة ما في عملة لنا، نتداول بالريال السعودي. حكومة يا عالم، يا اخي اطلعوا بتصريحات، دائما نرجع للأسوأ. يا اخي متى راح نصير للامام؟ متى راح نصير عايشين حياة كريمة زي الآخرين؟ من المسؤول عن الشيء اللي يجري فينا؟ من المسؤول عن انتشار هذه الأشياء؟ من المسؤول عن انتشار الجوع والموت والعطش والأشياء السلبية؟ وفي الأخير حاب أقول وأجاوب على جميع كلامي، للعلم في ناس جالسة في كراسي ومرتاحة من هذا الوضع. حسبنا الله ونعم الوكيل.